آه 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 الحق اسم من أسماء الله، فمن استقام على طريق الحق ينعم برحمات الله وبركاته، ويسعد بمعية الله وحمايته. وإياكم ودعوة المظلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليه أفضل الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فإنه ليس دونها حجاب. أيستجيب الله دعوة الكافر لو دعا على المسلم؟ نعم، إذا ظلمه المسلم استجاب الله دعاءه. فإن وقع رجل في شيء يسير من الظلم أيضره ذلك؟ عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل فجعل يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرار كلهم.
كيف تفر أيها التاعس؟ ليس لك أجرا عندنا. أمسكوا به. العبد لا يملك نفسه لكي يتزوج بدون إذن سيده، لأنه مال مملوك لسيده، وحيث إن عقد النكاح له تبعات مالية من مهر ونفقة. أيها القاضي! أيها القاضي! أيها القاضي! أيها القاضي! ما هذا؟ إذا أنت شريك القاضي الذي يستنجد به هذا التعس. ما هذا؟ أصلح الله القاضي، إنما ضربته أصواتا وهو يستحق أكثر من هذا. ما شكواك يا رجل؟ أعمل عندهم منذ شهور، وقد منعوني عن أهل لا معيل لهم سواي، فلا هم أعطوني أجري لأرسله إليهم ولا تركوني أذهب إليهم أنظر حالهم. استأذنتهم فأسمعوني ما أكره وأوثقوني وجلدوني. هربت فأمسكوا بي وضربوني أشد مما سبق وأساقوني كما ترى. أتصغي إلى رجل وضيع عصى أسياده؟ خذه واحبسه بأمر الخيزران زوج الخليفة حتى ننظر في أمره. انزل عن حصانك واقعد مع خصمك لأقضي بينكما. ماذا؟ أتعني ما تقول؟ ألا تعلم من أنا؟ خادم الخيزران وعاملها، ولكنك الآن خصم مثلك مثله. لست خادما عاديا، أنا وكيل أعمالها وبيت سرها والمتحدث باسمها، حتى أنها أمرت الوالي نفسه ألا يعصي لي أمرا. أفتعصيني أنت؟ اتركوني! الرحمة! ستندم أشد الندم، ستندم أشد الندم. سأخبر سيدتي، سأخبر سيدتي. إلي فتيان الحي! اقبضوا على هذا الخادم وأعوانه وأودعوهم السجن. ستعلم
عاقبة فعلتك. ستعرف عاقبة فعلتك. ستعرف عاقبة فعلتك. انطلق يا هذا، فعيالك أولى أن تسرع إليهم، وتعال غدا إلى دار القضاء لكي نأخذ لك حقك. بارك الله فيك يا سيدي، شريك عادل، شريك عادل. والله لقد فعلت اليوم فعلة ستكون لها عاقبة مكروهة. فالعبد مال مملوك لسيده، والنكاح له تبعات مالية من مهر ونفقة، لذا جعل أمر تزويج العبد إلى سيده، فإذا تزوج العبد بدون إذن سيده فنكاحه فاسد، لكن يثبت به النسب لأنه وطء شبهة،